مساء الخير. قد تأخذك الحياة في رحلة متسارعة الأحداث تدور عجلة أدوارك فيها بلا توقف ما بين طفل رضيع وشاب في مقتبل العمر، مرورا برجل معيل إلى شيخ حكيم. بهذه الكلاسيكية قد تسير الرحلة وتنتهي، أو ربما قد تصطدم بأناس يغيرون مسارها. هؤلاء ممن رفضوا الاستسلام لخطوط الزمن على وجوههم، وأرقام تسجل سنوات العمر على هوياتهم الشخصية. فنجد رجلا في أواخر الستينات من عمره يعيد ممارسات العشق الأولى، فيتعلق قلبه بامرأة تصغره فقط لأعوام ليتزوجا، ويصيبا المجتمع من حولهما بصدمة يراها البعض بديهية، بينما يصنفها البعض الآخر على أنها أنانية أو جهلة الأربعين أو جهلة الستين. بين رفض المجتمع وقبوله واستحسان الأهل والأقارب ونفورهم، ومن بين حكايات أصحاب التجارب أنفسهم، يسعدنا أن نصحبكم معنا الليلة في خلال هذه الحلقة من حصلت قبل كده، والتي تحمل عنوان زواج فوق الستين. ظروفهم مختلفة، ولكنهم اتخذوا نفس القرار. بعضهم سبق له الزواج عدة مرات. أبي ما يعرفش يقعد يدخل بيت ما فيهوش ست. والبعض الآخر يبحث عن الاستقرار في ربيع العمر. وكان شعارهم جميعاً: ما زال في العمر بقية لتحقيق الأحلام. نحييكم من جديد في حلقة الليلة بعنوان زواج فوق الستين. نبدأ الحلقة بترحيب خاص بضيوفي ضمن لجنة الخبراء بالدكتور هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع في جامعة الزقازيق. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور، أهلا بيكي. وأيضا يسعدني أن أرحب بالدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست المعروف. مساء الخير دكتور مدحت. أهلا. أول ضيف في حلقتنا لهذه الليلة سنكون مع الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وزوجته السيدة سماح القرشي. أهلا أستاذ حلمي. مساء الخير. نسلم على المدام ولا بتغار؟ لا تفضل. مساء الخير مدام، تفضلي. تفضلي. قبل أن نبدأ دعونا نرى هذا التقرير. اتجوزت 10 مرات، طلقت، وعندهم استعداد لو قلت نرجع، بس قول للزمان ارجع زمان. أبي ما يعرفش يقعد يدخل بيت ما فيهوش ست. هو حياته كده، ما يعرفش ان هو متعته على فكرة يدخل يلاقي المطبخ شغال، ست واقفة فيه، هي بتعمل مش عارفة بتشيل ايه وبتحط ايه، ولما يقعد يشتغل تبقى قاعدة جنبه. كل جوازة من الجوازات دي ليها قصتها وظروفها، ولكن القدر ساعات الإنسان بيتساق بيه، ولا يستطيع مخلوق أن يمنع القدر. أبي حلمي ليه تركيبات معينة في الزوجة اللي بيختارها. في صمته يحس إن اللي معاه دي فاهمة، هو ساكت، زعل، فرحان، بيفكر في شغل، في جملة عنده بيحاول إن هو يظهرها. هو كان بيدور على دي. حياتي طبيعية جدا في إن أنا اتجوزت وطلقت، بس عشان في سبوت عليا او على اي فنان، فبيبقى اتجوزت وطلقت ديت عرض سينمائي مستمر.
انا عايزه اطمن ان معاه انسانه، زوجه وصديقه وحبيبه وام. على فكره سامح فيها الحته دي. ما اقدرش اعيش من غير ست او امرأة في حياتي. عادة أستاذ حلمي بنقول جهلة ال40، بس معك جهلة شو؟ 50 60 70؟ لا، عايز اقول لسيادتك حاجة قبل ما اقول لك السن. اذا انت قعدت ومسكت الورقة وجبت البطاقة ويوم عيد ميلادك، يعني ابواب كانوا يقولوا له انت حد يحتفل بيوم عيد ميلاده ده يوم راح من عمرك. فانت بتعيش بقوة ان انت كما تراه، كما تعيش، كما يحيطك الناس. اذا عشت بالطريقة دي هتنسى انت سنك كام، الا يفكرك سنك لما بتقع تعيا، فتضطر تقول الله انا عندي كام سنة، ولو ان العاية ما بقلوش ليه علاقة بالسن او الوفيات او الحاجات دي كلها. فطالما انت مدرك وتعي وعقلك شغال وبتعيش وضع الفنان يختلف عن وضع الفرد العادي. الفنان، امسك انت مثل أنتوني كوين، في سن 86 سنة اتجوز صديقة بنته 18 سنة وأنجب منها. 86 سنة أنتوني كوين. بص العالم، صح؟ بص العالم، هي مش حكاية انت بتقول ايه الله انا عندي كام وانت عندك كام، لا، التوافقية ما بتحط لهاش. طيب لما تبص المدام سماح ما بتشوفش عمرك فيها؟ يعني ما بتحسش بالفرق العمر، فرق السن بينك وبينها؟ لا، ده انا بشوف نفسي فيها. يعني هي، وبعدين قبل ما اتجوزها لما بنقعد نتكلم وبتاع. انت اتجوزتها ليه؟ اتجوزتها ليه؟ انا اتجوزت كتير. كم مرة؟ 10 مرات ولا أكتر؟ 10 11. هي عارفة كده؟ وهي اللي اسألها. لا، عارفة كل حاجة. عارفة هي كل عارفة حاجة؟ كل حاجة. رومي ده أنا اتجوزتيه؟ صديق طبعا. وقبل عارفة كل ما حاجة قبل ما نتجوز. نتجوز. عملنا مشاكل كتير قبل الجواز. قبل الجواز مشاكل قعدنا كتير جدا. حوالي 8 شهور تقريبا. مش عاجبني كذا لا، وهي عاجبها لا. كذا، عشان ايه؟ بل الاختبار هنا مش انت هتيجي تقول لي اشتريتها بكام. انا ليه؟ لان كتير بسال يقول لك طب انت لما اتجوزتها اديت لها كام؟ اقول له لا ولا مليم، ما اديش، وعايز تقترب بيا اهل، وبعدين بتعاشرني بتشوفني. بالنسبة ليك كده، بس بالنسبة ليها هي تقول بقى بالنسبه لي هي اتجوزتك ليه؟ يعني انت اتجوزتها ممكن تكون شفتي شبابك فيها، شفت انه ممكن تديك الحياه، تديك نفس الطريقه. ايه اللي لقيتيه فيه؟ لقيت فيه كل حاجه، لقيت زي فيه ايه يعني؟ لقيت فيه طيبه، حنيه، لقيت فيه انسان حاجه كده. انا على فكره متجوزاه من الاول ما اعرفش ان هو ملحن. انا ما كنتش اعرف مين حلمي بكر اصلا، يعني حتى الجنسات العالم العربي انا ما اعرفش مين حلمي بكر. مين حلمي بكر؟ تعرفت على البنات وصاحبنا بعض وصديقنا بعض وعرضوا عليا حلمي، فقلت لهم مين حلمي؟ فقالت اخويا. قلت لها ماشي اخوك كده ماشي، ابقى اعرف مين حلمي. يعني كنت عاوزه تتجوزي؟ لا انا ما كنتش عايزه اتجوز لانه هو سيبها تتجوز. خليني انا عارفه الديكتاتوريه دي انا عارفه هيفحتلك. لا حضرتك متجوزه كنت قبل كده؟ ايه كنت متجوزه قبل كده ورفضت الجواز لان كان عندي اخواتي مسؤوله عنهم 3 بنات وجوزتهم الحمد لله. وبعد فتره اتقابلنا انا والبنات في مصيف، كان اخواتي لسه متجوزين جداد وكانوا رايحين مصيف بيصيفوا، فتقابلنا انا واخوات حلمي في المصيف، اتعرفنا على بعض وصديقنا بعض. وبعديها بفتره عرضوا عليا الاول شخص من العيله صغير حاجه و30 سنه، فقلت لهم لا انا ما بفكرش في الجواز. بعديها جت اخته عرضت عليا حلمي، فقلت لها مين حلمي؟ قالت لي حلمي بكر. مين حلمي بكر؟ ما اعرفوش. فالمهم كلموه وجه واتقابلنا مره، وبعديها لا قعدنا حوالي 6 أو 8 شهور من شهر 6 اللي فات ونتخانق ونقفش، وبعديها وجاب سيره البرنامج برضو بعديها مره، واتكلمنا تاني وبدانا نتكلم تاني، وبعديها مره تاني اتخانقنا تاني، وبعديها مره بدانا نتكلم تاني. بعض كتير يعني الضعف في 2. انا في الحساب مش في الحساب ضعيف. طيب انا 78 سنه. في واحد بيقول كده بيتباهى. ما شاء الله عليك. عندما تتباهى بسنك يعني تعرف ان انت رغم ان انا مثلا يعني انا من 8 اشهر جالي حاجه اسمها الحزام الناري في ظهري هنا، اثر عليا وبتاع. في الوقت ده كنت اثر عليك في ايه؟ لا مش في ايه، خلي دي بعدين. لا ما اثرش عليه في حاجه يا استاذ توني.
هترد عليك وانت هتغرقني. ايه اللي ما مش عارف حاجه، هتغرقني؟ بالعكس انا اصلا من الاول حتى كنت بقول للبنات انا احسن حاجه انا عايزه اتجوز حد كبير، اللي هو الواحد يعيش في هدوء، يعيد الشباب ومشاكل وقرف. انت يعني حضرتك ما خفتيش تاخد واحد سنه 78 سنه؟ إيه؟ ما فكرتش انه ممكن تتحول من زوجه الى ممرضه؟ يعني لا، ان هو اخدني علشان عاوز واحده تخدمني، عنده الشغالات وعنده البواب وعنده مرات البواب وعنده المكواجي وعنده الطباخ وعنده السفراجي وعنده كل دول مرصوصين في البيت، كل حد موجود في البيت بيعمل حاجه. لكن هو مش جايب ممرضه، لو عايز ممرضه هيجيب ممرضه من المستشفى بطقم كونسولته كامل. بقالكم قد ايه متجوزين؟ كده قد ايه؟ مش هغششك، قولي. لا يعني تقريبا من شهر، ما كملناش لسه سنه، قريب. هتطلقوا امتى؟ لا مش هنطلق ان شاء الله، لاست وايف. والله الطلاق في ايدها. ازاي الطلاق في ايدها؟ هقول لك حاجه، بتعمل حاجات كتيره بتنرفزني. فجيت قلت لها مبدا عشان افهمك ان انا كنت بتجوز واطلق، انت فيك حسنات كتيره جدا، والعيب اللي فيك ان هي عندها ظروف شغلها بحاجات، يعني كانت بيزنس وومن، كانت سيده اعمال وكان فهي بتخلص كل ده وبتاع عشان تتفرغ. هي قدامك تعرف اذا كنت انا عايز استمر ولا لا، وهي تعرف اذا كانت هتستمر ولا لا. النقطه الوحيده اللي كانت مخوفاني اصلا من حلمي في البدايه هي جوازاته. زواج. ايه، وانا حتى قلت له احنا هنتجوز يعني النهارده ونطلق يعني بكره. يطلع في راسه انه عاوز يطلق على سبب، لا. من دون اي سبب. لا بعد 20 يوم علق لها الورقه على الباب. لا يا استاذ توني، خلاص. لا يا استاذ توني، الورقه اللي كانت على الباب اصلا اتشالت كمان. اتشالت؟ اتشالت. حلو قوي. رايح فين جاي منين؟ راجع الساعه كام؟ تساليه دلوقتي جاي رايح. اتشالت اصلا. راجع الساعه كام انت طالع، دي اتشالت من على الباب اولا. لان في حريه اصلا ما بيننا في التعامل، وفي ثقه كبيره جدا. من خلال انا سالته السؤال ده، قلت له انت هتتجوز النهارده وتطلق تاني وانا مش مستعده ان انا اتجوز واتطلق. سكت، قال شوفي ما بيدافعش عن نفسه على فكره. هو ممكن يدافع عن حد او يبقى جريء في التلفزيون، لكن ما بيدافعش عن نفسه. مستعده تخلفي منه؟ انا كنت الشهر اللي فات حامل وربنا ما اردش، نصيب من عند ربنا. مفيش مشكله. عايز ايه تاني؟ السفر على الطريق رايح جاي. بتغاري عليه؟ ايه طبعا في حاجات. من مين بتغاري عليه اكتر حاجه؟ لا مش ما بغيرش عليه من حد، لكن احنا بنتحط في اماكن. كنا في برنامج ابداع 4 في اسكندريه تبع وزاره الشباب والرياضه. كان في بنت قالت لي نفسي ابوسه، هو رفض. عندها كام سنه؟ 16 17 سنه، بنت صغيره لسه مش شباب فاهمة. جامعه. بس ابويه بقى، لسه مش فاهمه يعني. ابويه ولا اخويه؟ لا قالت لي هو قال لها المدام، فهي كشت وخافت مني، رجعت لورا كده، فقالت لي، قلت لها عايزه ايه يا حبيبتي؟ قالت انا عايزه ابوسه ونفسي ابوسه وامنيه حياتي ان انا ابوسه. قلت لها بس كده؟ اتفضلي بوسي. هو كان رافض ان هي تبوسه. قلت له بالله عليك لا تسيبها تبوسك، لازم تسيبها تبوسك، دي امنيه حياتها. وفعلا بسته. ففي غيره عن غيره تفرق. ثم كل حاجه في حياته هو قايلها لي، هو يعني. هقول لك حاجه بقى، من فتره كلمتني احدى الزوجات، كانت محتاجاني في حاجه، ولدرجه ان هي في ظروف ما كان محتاجه فلوس ومحتاجه ان انا ادعمها ومحتاجه انها بتدرس وبتاع. عملت كل ده. لما جيت هي كلمت، قلت لها عايز اديكي فلانه لما تتكلم اعزميها تيجي تتغدى معانا، ولو عايزه اي حاجه تطلبها مني. في مخلوق يعمل ده؟ انا ما كنتش موجوده. وظن هي موجوده وكم يا ريت. كلمني قال لي حصل 1 2 3 4. قلت له اوكي ماشي ميرسي، ايه المشكله في كده يعني؟ بالنسبه لك سماح، بالنسبه لك ما كنتش بتفضلي انك تكوني مع راجل قريب منك في السن؟ كانت مع راجل. اتجوزت القريب مني في السن وما حصلش نصيب، والحمد لله ان ربنا اكرمني بعديها بحلمي. عندك ولاد؟ لا ما عنديش للاسف، ما عنديش. ليش نحن فاذا شعورنا تجاهك خاطئ؟ يعني ليش نحن بنحسك انك انت انسان تسعى دائما الى علاقات جسديه، ولانه مش عاوز تعمرها في الحرام بتروح تتجوز تحملها تحت غطاءات الشرع؟ طبعا هقول لك حاجه، كلهم اصدقائي وبنكلم بعض، ما عدا واحده اللي جت سرقتني وانا نايم مريض. كانت عامله مقلد، انا طلقتها يا جماعه. مش الطلاق ان انا بحب واطلق وزي ما بقال استاذ توني ناحيه جنسيه، لا. ولكن لما تيجي تبص توعي
في مشكله بتجوز واحده وعندها بنت صغيره عندها 2 سنين. مت في البنت دي، كنت بحبها جدا، وكانت لما تيجي البيت تقول اجيب لك التوا، وهي بتنطق الكلام كنت امسكها احضنها وابوس فيها. تخيلي هذه الزوجه تقلد مفاتيح خزنه، واول جوازي سرقه ساعه قيمه 48,000 جنيه. خلاص هرمي ده. ويوم ما مشيت عملت تقليد للخزنه واوراق وفلوس بتاع. اخر حاجه من 3 اشهر كانت سماح مسافره، وانا الدكتور عندي كنت عامل عمليه بيغير لي، وهي جت فعملت له شاي وعمليه ليمون وحطت فيه ماده مخدره. عشان احكي لكم، عشان ما فيش مخلوق يقول لي الله انت بتتجوز وتطلق. كل زيجه ليها قصه، بس انا هذكر المثال ده. فلما تخليني نايم وتخش تفتح الخزنه وتسرق 313,650 جنيه وساعات ثروه ده كله، وانا قمت ما لقيتهاش. بفتح لقيت خراب ده كله. غير ال 50,000 عايز اللي بقى كانوا كده برضه لو كمان النبي في تعالى الظرف. ما نستمر، او يا ريت دي ارجعك. واحده، دي حاله من، لا مش هحكي دي حاله الحالات. من 10 من 12 حاله. لا مش هحكي لك الحالات، في حالات كتيره جدا. دكتوره هدى ايوه فندم. اتفضلي. اولا يعني انا ملاحظه انك شرير وانت بتسالهم، جدا. وملاحظه كمان انك بتكلم طائر مغرد يعني حلق فوق السقف الاجتماعي. مجتمعات بتعمل سقف للبشر وتحط لهم ادوار مرسومه، وعلينا ان احنا نسكن جوه الادوار دي. طيب. في ناس دماغها اعلى من السقف، يعني لازم تطلع منه وتطير وتحلق وتبعد عن الجمود القوالب الاجتماعيه. وعشان كده احنا بنحب فنه، يعني ما هو مش ممكن كنت هسمع اغنيته الجميله واللحن الرائع واطير معاه في الغنوه الا اذا كان هو فوق القوالب اللي انا عايش جواها. فانا عايزه اقول لحضرتك يعني المجتمعات بتربي الناس على الجمود وتحبسهم جوه الادوار الاجتماعيه. هو قرر ان يكون حرا، فلماذا نعترض على حريته؟ يعني حتى لو انا جوه الجمود، لكن كمان اتطلع اليه واشوف انه حر وعليه ان يظل هكذا عشان انا استمتع بالجمال اللي قدمه لي. بس يعني مش غريبه على يعني بدنا نرجع للمجتمع، لانه بالنتيجه لو كان طائر هيرجع يبات ضمن المجتمع، مش هيبقى طاير كل ده كل كلام الوقت. مظبوط، ده كلام مظبوط. احنا مش ملاحظين ان هو حتى اثناء طيرانه ضرب لا القوالب الاجتماعيه ولا حطمها. هو بالعكس سمى بيها. مش كان بيتجوز؟ واحنا سمعنا عن حاجه وحشه؟ يعني احنا شايفين انه محترم حتى هذه القوالب الاجتماعيه ويعيش في اطارها. فانا ما اقدرش اقول اني لا انا هاخده نموذج، يعني اقول لكل شباب عليك ان تعيش هكذا، لانه برضه احنا بننكر على الانسان انسانيته. يعني الفرد يعيش للمجتمع، احنا اتربينا على كده. حضرتك متجوزه دكتوره؟ ايوه. يعني لو كان في ظرف معين، هل ممكن في السن ده ترجعي تتجوزي مره تانية؟ طبعا. انا الله. اسمعي حييكي بقى. لا يعني انا مستغربه انها بتقول في السن ده. ايه اللي خلت ليه؟ العزة هو احنا يعني انت حطيتنا في الحله وما استويناش؟ ايه اللي في السن ده؟ يعني ما تكلمنيش عن السن، لان السن ده نظام اجتماعي قديم، المجتمعات حطيته عشان تعيد انتاج نفسها، يعني تجوز الناس فتجيب ولاد فالمجتمع ما ينقرضش. القصه دي انتهت، المجتمعات عماله تزيد لوحدها، فلم نعد في حاجه الى اننا ننجب للمجتمعات، لان المجتمعات بتنجب كل يوم وبتحط السن عشان الانجاب. طب وماذا عن بقيه الحياه؟ يعني ايه فكره ان احنا نفرح قوي بان الام يمتد دورها تفضل لغايه ما تبقى حما كئيبه راكبه على نفس ابنها ومراته؟ طب ما تعيش هي حياه مستقله. يعني احنا بنسترد انسانيتنا من الجمود الاجتماعي، فما ينفعش ان احنا نخنق نفسنا جوه القوالب. عذرا على عباره في السن ده، اعتذر عن العباره دي. دكتور مدحت، طبعا الاستاذ حلمي صديق وبحبه وعملنا مع بعض الحلم العربي، فيعني طبعا لازم تبقى شهادتي مجروحه. بس استاذ حلمي بالفن شهادتك مجروحه. لا بس انا عايز في الجوازات لا مش في الفن. انا عايز اقول بس ان الشكل الخارجي احنا بنعرف سننا من نظره الناس لينا، بس احنا من جوانا عمرنا ما حسينا ان احنا كبار ولا هنحس ان احنا كبار، لان الروح اهم بكتير جدا من الشكل
الخارجي، وده لازم نحطه في الاعتبار، لان عمري انا ما حسيت ان انا كبير، ولا عمري حسيت ان انا سني هو سن ده. انا جوايا قلبي وجوايا روحي وجوايا علاقاتي بالناس، وحاسس طول الوقت انا شخصيا حاسس طول الوقت ان انا شاب. فده الاستاذ حلمي فنان وبيحس النغمه، ودائما زي ما الدكتوره بتقول الخارج عن نمط المجتمع هو ما يصنع تقدم المجتمع. على فكره المتمردون هم اللي بيصنعوا تقدم اي مجتمع. لو مشينا على حسب القوالب الاجتماعيه والقوالب الناس بتحطنا فيها، ما كانش بقى في جاليليو، ما كانش بقى في سلفادور دالي، ما كانش بقى في اي فنانين في العالم. وانا اتذكر هنا روايتين مهمين جدا جدا. روايه كتبها ماركيز اسمها 100 عام سوري انا اسف الحب في زمن الكوليرا، عن واحد فضل يحب واحده وهو سنه 17 سنه وهي اتجوزت غيره، فرفض ان يتزوج الى ان تزوجها وهو تخطى ال80 خلاص، وفضل الحب مكتمل ومشتعل داخله. وقصه اخرى للعظيم يوسف إدريس اسمها مدد دستور يا سيده، عن سيده يموت زوجها وهي في ال50 من العمر، فيقرر اولادها ان هم يشرنقوها، فيقولوا لها لازم تتحجبي ولازم تروحي تعملي عمره وتزوري الاولياء الله الصالحين عشان ما تفكرش تتجوز. فيقع المحظور وتحب ولد سنه 17 سنه، فتتحطم كل نظريات الشرنقه اللي بيحاولوا يحطوها جواها، لان هي حاسه بالحب تجاه هذا الولد اللي هو اصغر من اولادها. فمشاعر الحب ومشاعر العواطف ليست لها اي علاقه بالعمر من وجهه نظري. شكرا لك دكتور. بعد الفاصل حالة حب جديدة فوق ال60، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. عاطف 70 سنة، موظف سابق في شركة قطاع عام. سعاد 64 سنة، مدرسة في المعاش. مستواهم المادي متوسط. تزوجا بعد قصة حب نشأت بينهما لرغبة عاطف في تجديد حياته واستعادة شبابه على حد قوله، ولكن قرار الزواج جاء من دون علم زوجة عاطف التي تزوجها منذ 40 عاما. عاطف يصف سعاد بأنها ملاك وأنه يشعر معها بسعادة يتمناها أي رجل. نرحب بعاطف وسعاد ونبقى مع هذا التقرير. هي عارفة أنا عايز إيه. حنين وكريم وعارف ربنا. بحبك يا سعاد، بحبك يا سعاد، بحبك يا سعاد. تعرفنا على بعض في حفلة عيد ميلاد ناس جيراني، وبعد كده خدنا تليفونات بعض وقعدنا نتكلم في التليفون حوالي 6 شهور، وخرجنا أنا وهو وعزمني على الغدا. بعد كده هو عرض عليا الزواج وأنا قبلت. شفتها، كلمتها، لقيت ظروفنا متلائمة بيننا وبين بعض في عملية. هي جوزها مش موجود، وأنا المدام عندي يعني شبه كبرت في السن، تعبت. عارفة إن هو متجوز وعارفة إن أنا مطلقة، فعشان كده اضطريت إن أنا أرتبط معاها. وبعدين الارتباط بيننا ده ارتباط مش نوع من الجواز اللي ليه هدف ولا ليه يعني مطمع، لا ده جواز روحي كده بيننا وبين بعض، يبقى على الأقل في ألفة، فعلى الأقل ما فيش حد طمعان في التاني، يعني راحة نفسية. حنين وكريم وعارف ربنا وبيصلي وكويس معايا ويعني كل حاجة حلوة فيه. مجرد إن أنا أبصلها مثلا عايز كوباية مية، ولا مجرد إن النظرة دي بتفهم هي عايز إيه، بتلبي لي كل طلباتي فيها. اقول له ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ويقدرني ان انا اسعدك بقية حياتك. بحبك وبموت فيك. عاطف مساء الخير. مدام سعاد مساء الخير. يعني قبل ما نبدا في الكلام لفتني في المقدمه الصغيره انك تزوجت من دون علم زوجتك وجاي تطلع على التلفزيون. كيف؟ هي مجازفة.
لكن بس الواحد هتعرف يتحمل. يعني الليله، يعني الليله طبعا هتعرف صح؟ لا طبعا يعني ما في عندكش يعني مشكلة خالص؟ ان شاء الله هيبقى ما فيش مشاكل ان شاء الله باذن الله. سعاد مش هيكون عندك مشكله؟ لا ان شاء الله. طيب ايه اللي خلاك تتجوز تاني عاطف بعمر 70 سنه؟ والله يعني الزواج بعد سن ال60 او 65 بيبقى فيه استقرار اكتر، فيه راحه اكتر، في يعني زي تقول استجمام اكتر. ليه؟ ان طبعا 40 سنه كنت متجوز تبقى فيها مشاكل، فيها حياه يعني غير مستقره شويه. فانا قلت اجدد بحيث ان على الاقل يبقى الحب بعد سن ال60 يعني هيبقى فيه راحه نفسيه اكتر. برايك في حب بعد سن ال60؟ يعني النهارده بسنك بال70 سنه الحب لسه موجود؟ لا الحب الروحي مش الحب الجسدي، لا كحب روحي، كحب يعني روحاني، يعني مش الحب الجسد، مش حب المال، مش حب الدنيا. لا بيبقى في استقرار اكتر بعد سن ال60. يعني عاده اللي بيتجوز في السن شويه متقدمه دايما بيكون ميال الى الارتباط ببنت صغيره او شابه صغيره يعني اصغر منه ب20 30 سنه علشان يحس نفسه شباب تاني وردت له الشباب. يعني انتوا الاعمار متقاربه تقريبا. سعاد انت في ال64 حسب ما عرفت. ايوه صح؟ متجوزه قبل كده؟ اه. ليش قبلتي بالزواج من عاطف؟ يعني عشان انا جوزي متوفي ومعايا ولد وبنت مسافرين بره. يعني الوحده عايشه وحيده. الوحده، وبرضه عشان مساعده مصاريف يعني. وحسيتي بعاطف انه ممكن يسكر لك النقص ده اللي في حياتك؟ وهو طيب وكويس وعارف ربنا وبيصلي كويس يعني، بيعاملني كويس يعني. وعاطف ليه سعاد؟ لا هي يعني سعاد زوجها متوفي وعايشه وحدها يعني عندها نقص في مكان ما. حضرتك لا، انه متزوج وعندك عيله يعني ايه اللي خلاك ترتبط في السن ده بست تانية؟ لا والله هي يعني زي تقول حصل انسجام بيننا احنا الاثنين. فلقيتها ظروفها يعني مش مرتاحه. فانا قلت لها طب ايه رايك لو نرتبط مع بعض بحيث ان احنا نكمل حتى الكام سنه نكمل بعضين. طيب حسب اللي كنت انا بشوفه قدامي من المعلومات انه حضرتك بتمضي يومين في الاسبوع مع سعاد. ايوه صح. طيب اليومين دول مراتك ما بتسالكش انت فين؟ هي ممكن تسال. هي ممكن تسال يعني راجل بيغيب عن البيت يومين في الاسبوع يعني هي ممكن بشكل تسال دوري. انا بقول لها انا عندي اخويا، عندي اي يعني عند الاهل والقرايب. هي مش شاكه انه ممكن تكون متزوج؟ هي كمان كبرت في السن يعني مش يعني قد ايه؟ يعني دخلت على ال 60 61 كمان. ما هي 64. طيب معلش بس يعني تركت 60 انت تاخد 64. هي ممكن الارواح تختلف او طب ايه اللي اديتك يا سعاد ما كانتش مراتك بتديك اياه في البيت؟ يعني ممكن الراحه النفسيه، ممكن الكلمه الحلوه، الابتسامه، المقابله الحلوه، المقابلات الحلوه، الكلام كويس، الاكله الحلوه، يلاقي مثلا راحه في المكان اللي هو فيه كده يعني. ساكن عندها؟ قريبين منها. لا سكنك يعني اليومين اللي بتقضيهم في سكنها هي؟ ايوه في سكني يعني، عشان انا معيش حد يعني. ولادي بره يعني، بنت وولد بره. ورأيك دلوقتي لما تعرف زوجتك انك انت متزوج على التلفزيون مباشرة يعني هيصير ايه؟ هترجع البيت تاني؟ ان شاء الله. ان شاء الله طبعا هيرجع طبيعي يعني. ما هي كده يعني ان شاء الله خير يعني. مش كده يعني وكأنك بتلمح ان العلاقة في بيتك مش هي مش يعني مش صعبة. لكن يعني ممكن الاقي راحتي كنت معاها اكتر من الزوجة الثانية، من الزوجة الأولانية. دكتورة هدى، أنا عايزة أفصل ما بين فكرة الزوجة عاوزة تسأليهم أي سؤال الأول؟ عايزة أفصل ما بين فكرة الزوجة الثانية وفكرة الزواج في سن متقدم. نعم. يعني عشان ما تختلطش الأشياء. لا عندنا هنا زواج في سن متقدم. أوكي. في حالة السن المتقدم بتكون المجتمعات قفلت ببانها، يعني لا تترك للناس المسنين وتندهش. يعني كتير يجي صحفي يسألني هل يمكن للمسنين أن يتبادلوا العواطف، وكأن العواطف هي مقصورة على سن الشباب. لا، من حق الإنسان حتى يموت أن يكون إنسانا كامل الأهلية. يعني
يعني أن يتبادل عواطف وأن يحب وأن يستقر، بل بالعكس في درجة من النضج بتحصل في السن المتقدم. يعني ما يراه الناس في شبابهم في ظل الاندفاع العاطفي والكفاح من أجل الحياة والقصص دي كلها ممكن يشوش الرؤية. في سن متقدم احنا قاعدين على شاطئ البحر، يعني في فرصة يعني حضرتك بتشجعي الحالة اللي قدامنا دلوقتي؟ أشجع الحالة، وزي ما قلت في الأول أفصل ما بين فكرة الزوجة الثانية والزوجة الأولى، لأن احنا ما اتكلمناش عن حق الزوجة الأولى عندما تعرف ما الذي تفعله. أليس من حقها أيضا أن تحب وتتزوج، ولا هي فكرة امتلاك الرجال للنساء؟ إيه فكرة امتلاك لأكثر من امرأة وعادي وبسيط؟ ده يرجع الفكرة قديمة مش إنسانية بتقول للرجال إنهم يحصلوا على الأجور في العمل وللنساء الخدمة. دي كلمة من أيام القبائل، النساء تقوم بالخدمة، فمع الزمن تتقدم في السن ولا قيمة لها. الرجال مع الزمن يحصلون على الثروة، يا حلاوة ياخدوا هم كل حاجة بما فيها النساء، ونقول ساعتها يقتني النساء والراجل اللي أنيها، مش كده؟ طيب بالحالة دي اللي نحن فيها دلوقتي، يعني زوجة تتبلغ خبر زواج زوجها من واحدة تانية مباشرة على الهواء، من حقها أن تفعل أي شيء. القانون يضمن لها أنها ما أن تعرف حتى تبدأ، حسب طبعا رد فعلها، أنا مش هحجر عليها، لكن هي من حقها أن تمارس وفقا للقانون اللي ممنوح لها في الأحوال الشخصية أن تطلب أي شيء، إما إذا حبت وتقبل وده يبقى فضل منها ويعني، لكن في الواقع من حقها أنها تقول الآن وفورا علي أن أنا أعيش حياة مستقلة، فلتكن زي ما بنطلب ليه الحق نطلب لها نفس الحق، مش كده؟ بس الشرع هو اللي بيضمن له حقه لعاطف في الموضوع ده، لكن نفس يعني الشرع يضمن حق الرجل بتعدد الزوجات، ولكن ويمنحها هي الحق في أن تعرف وتتخذ من القرارات ما تشاء وفقا لقوانين الأحوال الشخصية اللي احنا التعديلات الحديثة اللي احنا عملناها، فعليها إن عرفت أن تختار في ذلك الوقت أن تبقى أو تذهب، ولها الحق في الاثنين. دكتور مدحت، أنا الحقيقة مش قادر أفصل بين اللي حضرتك بتقوله، افصل بين الزواج في السن الكبير والحالة اللي قدامنا، لكن لازم نبص نظرة المجتمع. أنا هقلب الآية وأقول لو الزوجة الفاضلة زوجة الأستاذ عاطف قررت وهي في سنها 61 سنة حبت واحد تاني، فراحت قالت له أنا عايزة أتطلق عشان عايزة أتجوز الراجل التاني، سيبك من نظرته هو، نظرة المجتمع هتبقى عاملة إزاي؟ هيقولوا إيه على الست دي؟ أستاذ حلمي، هل بالزواجات المتعددة اللي مرأت فيها هل كان في زواج على امرأة تانية ولا كان دايما تطلق وتتزوج؟ أطلق وأتجوز، لأن الجمع بين زوجتين يعني معناها بتكتب شهادة وفاتك. ليه؟ كده، ولما يتفقوا الاثنين عليك يبقى اتكتبت. فاللي عايز أقول عمري ما تزوجت وكانت معايا زوجة. طيب إيه رأيك في الحالة اللي قدامنا دلوقتي؟ والله الحالة اللي قدامي دي أنا أعرف إن ربنا هو الذي يعلم ما في القلوب أولاً. يعني إيه اللي جواها وإيه اللي جواه وهي اتصرفت ليه وهو اتصرف ليه بتاع ده ربنا، لأن ولا بني آدم هيقر بالحقيقة ويقول لك أصل أنا كذا وتلاقي الحقيقة متدارية برضه جواها. فهي المشكلة القائمة إيه؟ إن مثلا لما بتيجي الزوجة انفصلت حبت هتتجوز، هو أنا بقول لك هترافق، هتتجوز خلاص، فبتبقى هي اللي جواها في جرح وفي ضمادة للجرح نتيجة إن هي ست سوية وحبت وهتتجوز، وكذلك هو. شكرا أستاذ حلمي. السؤال، ماذا لو طلبت زوجتك الطلاق بعد الحلقة دي؟ هتديها الطلاق؟ ولا هتطلق سعاد وترجع لها؟ لا يعني طالما ان ارتبطت مع سعاد بس ما اعتقدش انها تطلب الطلاق، عشان يعني برضه كان في ارتباط روحي واحنا صغيرين، كان في علاقه. طيب ما انت فرطت بالارتباط الروحي بس بعد كام؟ بعد سن 60، يعني انا يعني مش ما احنا واحنا صغيرين. بس يا استاذ عاطف، انت دلوقتي بتحاسب مراتك على سنها، وانت ناسي انه سنك 70 والست اللي ارتبطت فيها سنها 64. يعني انت واقف على انه مراتي صار عمرها 60 وكبرت وخلاص طيب وانت صار عمرك 70 واللي ارتبطت بيها عمرها 64. يعني ايه العذر اللي ممكن تديه لزوجتك دلوقتي تقول لها انا اتجوزت عليكي ليه؟ واتجوزت عليكي واحده اكبر منك؟ هي مجرد راحه نفسيه، مجرد راحه نفسيه، وفي نفس الوقت ارتبطت روحيا معاها، لقيت يعني
تجاوب بيني وبينها في الاسلوب وفي الكلام وفي التفاهم. يعني عندك ولاد؟ عندي بنتين متجوزين يعني. ماذا لو اعترضوا بناتك على زواجك دلوقتي؟ والله ما هيقولوا ايه ولا هيعملوا ايه؟ ما يعني بتعتبر عادي. وبعدين هي لو طلبت اي حاجه مني هنفذها لها. بس يعني بس هقول لها خدي بالك انت اللي هتبقي يعني متألمة. ليه؟ ان انت برضو يعني انت ليكي بيتك وليكي عيالك وليكي كيانك وليكي مملكتك في البيت. زواج عادي ولا زواج عرفي يا دكتور؟ ابتسامتي شكله عرفي. من ابتسامتك عرفي. جميعا عرفيا بعد الاشهار اللي حصل طبعا دلوقتي ده طبعا. خلاص ما احنا اشهرناهم. ايوه هو صح زي ما المدام قالت كده. خلاص للزواج اشهار. ولو تسبب، حسيتي انه الزواج ده هيتسبب في مشكله في عيلته ومراته، ممكن تقولي له؟ عادي عادي. عادي مفيش مشكله. لا عادي، لو عايز يطلقني يطلقني عادي. لو عايز يطلقك يطلقك. عادي. لو في مشاكل ما انا ما اعملش مشاكل لغيري، لو هو عايز يطلقني عادي. زي ما احب لغيري احب لنفسي، يعني زي ما احب لنفسي احب لغيري. شكرا استاذ عاطف، شكرا ست سعاد. ولكن بعد الفاصل حب وزواج ستيني اخر، ابقوا معنا لنتعرف عليه. نحييكم من جديد، ونحن أمام تجربة ثالثة، تجربة زواج فوق 60. أبطالها هذه المرة محمد حسين 60 سنة وهو موظف سابق في وزارة النقل، ونبيها حسن المغازي والمستوى المادي فوق المتوسط. تزوجا من 9 شهور، توفيت زوجة محمد فقرر الزواج مرة أخرى. لديه أبناء غير متزوجين يعيشون معهم. محمد موظف سابق كما قلنا، وينادي لأبناء الزوجة الزوج بعمي. تفضل محمد ونبيها ونرى معا هذا التقرير. الجواز ملهوش علاقة بسن ولا أي حاجة. الواحدة عايزة راجل يحاجي عليها ويمنع لسلة الناس إن تتكلم عليها. أحسن حاجة يعني عجبتني في أم أيمن إن هي ست متدينة وتعرف قيمة الزوج. يعني ما شفتش فيها حاجة وحشة مثلا أو حاجة ضايقتني. قبل ما اتجوز عامة يعني اتقدم لها كتير، يعني كان عندها فرصة انها تتجوز، بس هي ما كانتش بتفكر في الموضوع ده طول ما انا قاعدة معاها، لأن أنا الوحيدة اللي كنت فاضلة معاها، فكانت مقررة إن أنا اتجوز الأول وبعد كده يعني إيه ربنا يسهل. كانت مفاجأة بالنسبة لنا، يعني خصوصا إن إحنا كنا بنحب والدتنا كتير يعني، فكانت تفرق معانا كتير. ولما جه لنا في الأول إحنا ما كناش موافقين، لحد ما برضه فضل معانا واحدة واحدة لحد ما هو كان محتاج لحاجة زي كده يعني. ولما فكرت في الموضوع كويس لقيته إن فعلا أبويا ليه حق إن هو يتجوز تاني. يعني أنا كنت متصور دايما إن ما ينفعش واحدة تيجي مكان والدتي. وفي نفس الوقت الموضوع عن مرات الأب معروفة اللي هي مثلا بتبقى ما بتراعيش مثلا ولاد جوزها كويس، بيبقى في مشاكل، بتعمل مشاكل ما بين الاثنين. ده المعروف عامة لأكترية الناس يعني، فده اللي كانت فكرة كانت في دماغي. محمد مساء الخير. نبيها مساء الخير. ايه اللي خلاكي تتجوزي مدام نبيها؟ انا ما كنتش بفكر في موضوع الجواز، بس لقيت ولادي اتجوزوا، كل واحد راح في حته وانا بقيت وحدانيه. كنت مجوزه بنتي في حته بعيده، فكنت بروح لها واتاخر يعني عندها وكده، فالناس بقت تبص لي بصه مش كويسه. فلقيت بعض الناس اقرب الناس ليا اتكلموا عليا وفي وشي، كنت بفكر يعني. قالوا لك ايه الناس دول اللي اتكلموا في وشك؟ يعني قالوا لي يعني انت جايه متاخره، جايه منين دلوقتي؟ طبعا سؤال جارح طبعا. وبعدين هم عارفين ان انا كنت مجوزه بنتي قريب،
كنت بروح لها. بس الحمد لله يعني لما شفت الأستاذ محمد يعني وكده لقيته راجل كويس. لسه بتناديله استاذ حد دلوقتي؟ لا بقول له يا ابو احمد، بقول له يا ابو احمد. يا ابو احمد. او ابو رحمه، عنده بنته كبيره برضه اسمها رحمه. فخلص اتوفقنا مع بعض ووافقت وكده وهو وافق وكده فاتجوزنا. فالحمد لله يعني كان في مشاكل طبعا، عيالي كانوا معترضين في الاول، بس هو بصراحه طلع راجل كويس وحنين وتقرب ليهم وهم حبوه ولقوا راجل محترم وكويس وحنين. طب انت بتحسي حالك انه في السن ده قادره تكوني زوجه، يعني تقدري تأمني الحياه الزوجيه لشخص عاوز يرتبط؟ طبعا الحمد لله، يعني الحمد لله توفقت والحمد لله. يعني هو الراجل بيشكر فيا وانا مش معوزاه حاجه الحمد لله، وهو راجل كويس برضه. محمد، ليش نبيها بالذات؟ انا لقيت فيها حاجات يعني ما لقيتهاش في ستات كتير. يعني ايه هي الحاجات اللي لقيتها في نبيها ما لقيتهاش في ستات تانية؟ لقيتها متدينه، تعرف ربنا، تعرف الحياه، وعندها خبره، وعندها احترام الزوج. ايه يعني لاحظتك ركزت في التقرير كمان على كلمه خبره، ايه المقصود بالخبره؟ الخبره طبعا خبره الحياه. فهي لو خدت حد صغير ما عندوش خبره، هي عندها خبره طبعا، متزوجه قبل كده وجوزها كان متوفي وربت عيالها تربيه كويسه وهم متزوجين، فطبعا عندها خبره في الحياه نفسها. انت ايه اللي عاوزه من الزواج دلوقتي؟ الزواج انها تهتم بيا وانا اهتم بيها والحياه الزوجيه. يعني انتوا عايزين من الزواج انه الواحد ما يفضلش لوحده علشان انه واحد يهتم بالتاني. طبعا هو يعني مش قصه حب. الوحدانيه تعتبر وحش. وحدانيه الواحد لما بيقعد لوحده وبيجي من عمله ويروح البيت مثلا ويقعد مع نفسه كده، تحس ان الواحد هيكبر قبل اوانه. فطبعا لما يكون في رفيق معايا فبننوز بعض وبنتكلم مع بعض وبنتحاور، واللي يتعبها واللي يتعبني وكده. هل ينطبق استاذ حلمي عليك هذا الموضوع؟ نعم. هل ينطبق هذا الموضوع عليك انه الزواج هربا من الوحده؟ احيانا ممكن يخطر ببالك هذا، واحيانا حصل. يعني انا جيت في فتره كنت قاعد، فكنت اقعد يجي الليل اروح نازل واخد عربيتي وافضل الف. ليه؟ لان اذا كنت متعود على ان في صوت بيسمعك وانت بتسمعه وبتحتاج في وقت معين ان يا ريت تستحضر هذا، فما بتلاقيهوش، طبعا بتهرب من الوحده الى انك تقول اما اتجوز. بس هنا لما اقول اما اتجوز عشان اعالج حكايه الوحده، خطا. في ابنك معانا هنا ولا ابنك؟ ابني معايا. ابنك حضرتك ايمن. مساء الخير يا ايمن، ازيك؟ الله يخليك. الحمد لله تمام. ايمن، شو كان رايك انه والدتك في السن ده عاوزه تتجوز مره تانية من راجل بعد والدك؟ عادي خالص، ليها حق الاختيار، ده ما يضرهاش، بل بالعكس ده حاجه، دي حريتها الشخصيه وهي حره فيها، اللي هي عايزاه تحت امرها. دي والدتي واللي هي تأمرني بيه انا تحت امرها. لذلك انا كنت بعيد عنها شويه، انا مأجر بعيد عنها شقه تانية، فبعيد عنها ما بعرفش اجيب لها خالص، يعني ظروف شغلي وظروف عملي واولادي وزوجتي وكده. وبعدين اخواتي البنات التانيين متجوزين برضه بعيد عنها، فانا كنت باجي لها باستمرار، مثلا كل اسبوع مره تروح هي عند اختي مره، فكانت لوحدها. فعندنا ناس يعني زي ما قلت في الاول زي جيران، مش جيران قوي يعني. يعني من اول لحظه حضرتك ما عرضتش زواج؟ لا ما عرضتش. اولادك محمد عرضوا فكره زواجك؟ طبعا في الاول عرضوا. ليه؟ لان ما فيش حد هتيجي زي امهم. فطبعا انا الحمد لله انا اعرف اقنع اولادي وقعدت معاهم واقنعتهم، وهم الحمد لله هم كويسين مع بعض
وكيف قدرت تتفاهم مع اولاد نبيها؟ طبعا برضه اقنعتهم كان رايهم ايه؟ يعني قالوا لك ايه؟ هم الاول ما كانوش قابليني، فطبعا ما يعرفونيش. فلما قعدت معاهم وقعدنا نتكلم، طبعا هو الكلام ما جاش من اول مره، مثلا كذا مره، وشافوا الواحد مثلا كويس محترم، واي مشاكل عندهم انا الحمد لله يعني معاهم بحاول اصلح، ما باجيش على اي حد من الاطراف، بحاول اصلح بينهم كلهم جميعا، وهم زي اولادي، انا اعتبرتهم اولادي. ايه اللي عاوزه في السن ده لسه من الحياه الزوجيه؟ يعني انت بتدور على ايه؟ انا بدور ان غير انه واحده تونسك في البيت، انه تسيرك وتسيرها. الحياه الزوجيه برضو يعني نخرج نتمشى، الحياه الزوجيه نعيش حياتنا، بس مش طالب اكتر من كده. دكتوره هدى، يعني انا ملاحظه ان في مكانك قاعد المجتمع بيسالهم، واول سؤال قلته لها لماذا تتزوجين في هذا السن؟ وكاننا دي كلمه في هذا السن عملت لي مشكل بيني وبينك. لا، في حاجه مهمه قوي، انه كاننا بنعاقب الناس اذا استردوا حريتهم في القرار الخاص بالزواج. لا هكمل بس. اتفضل. انا اقصد هنا انه وكاننا نطلب منهم تبريرا لما قاموا به ليه؟ لان المجتمعات رسمت للناس انه في سن معين عليهم انه يعيشوا امتداد الدور. امتداد الدور ده تعبير في علم الاجتماع، يعني ان تظل الام اما. طب ما الام حتى عند الحيوانات بتراعي الحيوان وتسيبه يمشي، يعني بيستقل وهي بتستقل لانه حيوان. لكن عند لانه الحيوانات، بس ما ربنا ميزنا عن الحيوانات بحاجات كتيره، ما نكونش حيوانات لازم نكون متميزين عنهم. بس حتى امتداد الدور ما يوصلش لدرجه اننا ندفع الام انها تبقى مفتقده للدور الاساسي وهو رعايه الابناء، وتعيش وحيده فتكمل الدور في دور الحمى التي يعني تقبع على نفس الابناء، وتمارس سلطه قادمه من امتداد الدور. عليكم ان تشعروا ان الام دورها مقدس، وتبتدي الابناء يفكروا في الام باعتبارها لم تعد سندا وانما اصبحت عبئا. هنا الزوجين خلصوا الابناء من عبء تحملهم في سن متقدمه، ومارسوا معا فكره الرفقه والشريك اللي يمكنه ان يكمل الحياه مع من هم يماثلونه فكرا وعمرا ونضجا. طيب، في اي سؤال بتحبي توجهيه لمحمد او عايزه اقول للست انه انا تعاطفت جدا ساعه ما قالت ان المجتمع طاردها وهي فوق ال60، والمجتمع يطارد نساء طول الوقت في بلادنا، يمارس المجتمع على نساء هذه المطاردة. عايزة أقول لها أنت تزوجتي عشان تكوني أسعد، مش عشان المجتمع يبطل يتكلم عليك. أستاذ دكتور مدحت، أنا يعني لفت نظري حاجتين. في أول حاجة اللي المدام قالته إنها لما كانت بترجع بالليل كانوا بيسألوها أنت راجعة منين؟ والحقيقة مستغرب مين اللي بيسألها أنت راجعة منين أساساً. وهذا المجتمع الذي يمارس انفصام الشخصية، يعني زي ما يكون الست اللي عايزة تعمل حاجة لازم تعملها بالليل، ما هي اللي عايزة تعمل حاجة ممكن تعملها بالنهار، يعني ليه بالليل؟ احنا مشكلتنا في هذه المجتمعات نمارس حياتنا كأننا ميتين، يعني عند سن معين ممنوع ان احنا نفكر في اي حاجه. يلا نفكر بقى يا جماعه نستعد للموت، ويقول لك خلاص يلا بقى احنا في اخر العمر انا هناخد زماننا وزمن غيرنا، يعني هذه حياه الموت. زمن غيرنا دي غريبه. بيل كلينتون قابل النساء بيجروا عربيات الاطفال في حدائق الولايات المتحده، وكان يتصور انها الجده، فلما سالها عرف انها الام، لأنه الطب كمان تقدم. فلم يعد هناك ما يسمى سن اليأس عند النساء. فعلى المجتمعات إنها تطور أفكارها كما طورت العلوم والطب أدواتها. شكرا أستاذ محمد، شكرا مدام نبيها. بعد الفاصل نكون مع الفقرة الأخيرة بالاستماع الأخير والمناقشة الأخيرة بين ضيوفي من لجنة الخبراء وبين ضيوفي الذين أدلوا بشهاداتهم حول أسباب جعلتهم يتزوجون وهم في سن متأخرة.
ابقوا معنا بعد الفاصل. نحييكم من جديد ونصل إلى الفقرة الأخيرة من حلقة الليلة التي عنوناها بعنوان زواج فوق الستين. هذا العنوان استفز الدكتورة هدى، ومش عارف ليش استفزيتي إنه نحن حرين، إنه بتحددوا لنا حياتنا في أعمار، في سنوات، وده اعتبرتيه خطأ. يعني أنا عايزة أقول إنه الإنسان كائن اجتماعي وخضع للتقسيمة الاجتماعية القديمة. والتقسيمة الاجتماعية مش جامدة ولا مقدسة ولا ثابتة، يعني يمكنها أن تتغير. نحن يعني لا نتكلم عن تقسيمة اجتماعية، نحن نتكلم عن واقع حال إنه نحن اليوم لما نقول إنه رجل في سن 80 أو سن 78 مثلا يتزوج، كأنه عم تقول يعني إذا بدنا نحكي بحركة الكيرف الاجتماعي، كأنه عم بيقول إنه عيل في عمر 8 سنين 8 سنوات اتجوز. لا تفرق كتير، لأنه هنا أنت بتتجاهل ما يسميه الناس بالنضج. النضج الإنساني والنضج الفكري والاجتماعي والعاطفي يسمح للإنسان أن يعيد النظر في الرحلة الطويلة دي، تسمح لنا أن احنا نبص على ماضينا بعينين أكثر نضجا وأكثر وعيا، وتبقى اختياراتنا يمكن أسعد. يعني حضرتك بتشجعي إنه أي راجل أو ست حب في سن معينة لو كانت في 80 أو في 90 إنه يعمل اللي يريحه ويتجوز ومفيش أي مشكلة. وسيدنا إبراهيم أنجب في سن 90، وسارة اللي أنجبت في سن 90. يعني نحن نسمع في الأساطير وفي القصص كيف أن الناس امتدوا مش بس في السن وفي الزواج، في الحياة الإنسانية اللي فيها إنجاب وفيها. طيب عاوزك تسألي سؤال أستاذ حلمي، تسألي إيه؟ أقول له تعليق مش سؤال. لا بقى عاوز سؤال وعاوز تعليق. أقول له أنت حاسس إنك حققت كل اللي تحبه؟ لا لسه. جميل. وطول ما في أول بني آدم بيتولد مش عشان يبقى آلة أو حجر ويقعد ويبقى اللي قاعد له قدامه اللي هو المجهول. أيوة. لا، وليه تخلي مجهول؟ ليه ما تعيشيش جو الخيال اللي يخلي المجهول ده معلوم؟ صحيح. وتسبقي الزمن وتروحي لبعد السنين اللي قدام وتبقي قارية اللي قدام. جميل. ده أنا بقوله من واقع إن أنا فنان بيبقى لي معجبين ومعجبات. صحيح. أنا لما تشوفي اللي عندي الإيميلز والبتاع تشوفي قد إيه وسن إيه وإيه وبتاع. طبعا في خلل في المجتمع حاليا لأن الزيجات اللي هي تحت ال60 أيوه. ما بتكملش 3 أشهر 4 أشهر. صحيح. ونسبتها 70%. صحيح. وبقعد في مجتمعات واقرا. يعني أنا مثلا كنت قاعد في حتة وبصيت لقيت واحدة بعد تانية قاعدة بتعيط، أنا كنت بتخض بقول إيه اللي بيحصل ده؟ وسنها برضه صغير جدا. صحيح. هل أنا مخلوق علشان ابقى النهارده في البرنامج وتبقى واحده سنها صغير وانا سني كبير، ولا تبقى 2 متحابين يتجوزوا يتقابلوا وتستمر الحياه والاثنين يحاولوا ان يخلوها تكمل؟ صحيح. الا اذا جه القضاء المستعجل وحصل قدريات. هنا بقى القدريات ما تقوليش ان انت ده بايدك، لا، ده في لحظه بيحصل قدرات وتفوقي على ان الله ايه اللي حصل. لا، هي القدر بقى اللي جه خلى ده حصل. شكرا استاذ سامي. سؤال لاستاذ عاطف. اقول له انا متعاطفه جدا وحاسه انك دخلت مشكله حقيقيه، ارجو انك تعرف تتصرف يعني النهارده. طبعا يعني وشمتنا فيه كمان. هقول لحضرتك ايه؟ اللي هيشوفه. شمتنا فيه ليه؟ عشان اللي هيشوفه. فلنتحمل جميعا مسؤوليه قراراتنا وما فعلناه. ماذا لو ظهر زوجك في حلقة تلفزيونية مع زوجته الثانية؟ تعملي ايه؟ يعني ما تخلينيش انا حالة، انت جايبني باعتباري الطبيب اللي بيعالج المجتمع، مش الحالة اللي هتكشف عليها. لا نفترض حصل كده مش احنا اللي نعمل كده. هو جاي يوم وشمتان عاطف فيكي. هو جاي يوم وشمتان عاطف فيكي. مش هيحصل. مش هيحصل.
ان شاء الله طيب خير. سؤال استاذ محمد. المعاناه اللي انت عانيتها في البدايه، اظن ان انت دلوقتي سعيد بما تجنيه من ثمار تفكيرك الناضج. يعني اشوف ان انت يعني اتمنى لك مزيد من السعاده مع هذه السيده الطيبه، واتمنى كمان لابنائها الناضجين، لانكم بالابناء دول كملتوا، يعني لولا نضجهم الفكري والانساني ما كنتوش تجولنا وانتوا في الحاله الطيبه دي. شكرا دكتوره هدى. دكتور مدحت. الاستاذ حلمي، طبعا انا بس عايز اقول هذا الحب الجميل والزواج الجميل ألن ينتج ألحانا جميلة؟ هو ده بقى ألحان صغيرة ألحان صغيرة كده يعني جميل. لا ألحان صغيرة تقول ماما زمانها جاية. الفنان بقى هيخش في، أنا يمكن هنا في مشكلة أو مشكلة يعني المجتمع بيقول مشكلة. أيوة. أنا بالنسبة لي ليه؟ لأن الفنان يبدع. ما أوجه الإبداع في حياته إنه ينظر في مرأة وهي مش مراته، انما يبص الجمال ياخده. أيوة. تعالي بقى نيته ايه هنا؟ دي قصتك. مش هتكلم. فالفنان محتاج دايما معاه كبريت بس ما فيش شطاطه. الالهام يا عيني عليك، الابداع والالهام. دايما بالنسبه للفنان انا هقولها لك، المراه طبعا. يعني كنت بكلم مثلا استاذ او انا نايم تلاقيني بقول جمله وانا نايم وبعمل كده بلعبها بيانو، فيقوم الحق اكتبها يقوم العبها البيانو عشان كده من عز النوم طبعا. فلاقي مرات جنبي بتقول حلو، اتعودت بعد كده انها تشوف ايدي فتجيب الريكوردر. هتشمت في عاطف؟ لا انا مش هشمت فيه طبعا. انا يا رب يعني يديله السعاده ويسعد في حياته، بس انا بتساءل الحقيقه، كنت عايز اسال وانا هنا، يعني ما هذا المغناطيس الاعلامي اللي يخليك تطلع في شو زي ده وانت بتخبي سر فينكشف بهذا الشكل؟ بس انا بصراحه انا اتفاجئت، يعني انا داخل الاستوديو بلغوني الشباب في المعلومه دي، قلت لهم هو موافق؟ قالوا لي هو انا مندهش. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، على فكره اكتر حد مضار في طلوع حضرتك هنا هي زوجتك الاولى، مش حضرتك ولا الهانم، لان انت ممكن كنت تقول لها بينها وبينك كده في السر وتحكي لها، لكن دلوقتي انت بتبلغها الخبر عن طريق العالم كله. فيا رب الموضوع يعدي على خير يا رب. ربنا يخليك. الاستاذ محمد، طبعا انا يعني بحترم جدا تجربتك وبحترم نضج حضرتك والحاجه وولادكم انتوا الاثنين، والحقيقه انا بقول لك دعوه للحياه، عيش وحب واستمتع وكمل حياتك زي ما انت عايز تكملها، لان ده حقك اللي ربنا خلقك عشانه. استاذ حلمي شكرا لك. استاذ عاطف، استاذ محمد، دكتور مدحت، دكتوره هدى، مدام سماح، مدام سعاد، مدام نبيها، شكرا ايمن. شكرا الى كل الحضور، شكرا الى كل المشاهدين لحسن المتابعه. الى اللقاء في حلقه مقبله باذنه تعالى مع موضوع وحكايه جديده حصلت قبل كده. تصبحوا على خير.